تخيل معايا كده قاعد مع اصحابك وبتهزروا كلكم، وحد رمى كلام في النص كده ما عجبكش، سواء كان بيهزر مثلا او بيتريق عليك، كلام ضايقك في ساعتها. بس هل هترد عليه؟ في بعض الاحيان بتختار ان انت تسكت علشان ما تبوظش مود القعده، اصله يعني بيهزر فهتقول له ايه يعني؟ فضحكت وعديت الموضوع. طيب لو انت قاعد في محاضره مثلا وفي حته انت مش فاهم، معظم الناس في الموقف ده بتتكسف انها تسال، اصل خايف شكلي ما يبقاش احسن حاجه، او السؤال يطلع غبي وبالتالي انا كمان ابان غبي، او حد سالك على حاجه وزن عليك عشان يعرف اجابتها وانت ما كنتش حابب تجاوب وفي الاخر قمت مجاوبه عليه، او كلمه انا اتدبست في خروجه بتتقال كتير، او بمعنى اخر انت وافقت على حاجه مش عاوز تعملها. كل الكلام ده بقى بيترجم لضعف في توكيد الذات، وده موضوع حلقتنا النهارده. فخلينا نمسك توكيد الذات ده بقى، نفصصه ونشوف ايه هو وايه اسبابه وايه عيوبه وازاي تاكد ذاتك. توكيد الذات باختصار شديد هو انك تتمسك بثبات بحقوقك وتعرف تعبر عن مشاعرك ومعتقداتك بطريقه ما يكونش فيها لا هجوم ولا كذب ولا تجاهل. وتوكيد الذات ده قايم على التوازن ما بين السلوك السلبي والسلوك العدواني. انا عارف ان الكلام ممكن يبان معقد شوية، بس بعد ما نفسره ان شاء الله هيبقى بسيط. السلوك السلبي بقى هو انك ما تعرفش حقوقك ومش محترم مشاعرك وافكارك. بمعنى اخر انت بتقول للي قدامك استغلني لو عاوز، مشاعري وافكاري تافهة مش مهم، كسر يا باشا واحنا نجبس مش حوار. طب هو في حد ممكن يبقى عاوز كده؟ الشخص ده بيبقى عاوز يتجنب الصراع ويبسط اللي حواليه على حساب نفسه. على سبيل المثال، واحد صاحبك اتصل بيك في ميعاد نوم وانت عامل حسابك ان هما ساعتين هتنامهم وهتصحى عندك مشوار مهم تعمله، وانت كملت معاه الساعتين دول وضاع. سواء بعد كده بقى نمت فصحيت متأخر او رحت مشوارك على طول وانت مطبق، انت جيت على نفسك وجيت على حق من حقوقك. عشان ايه بقى؟ علشان خايف يتضايق لما تقول له الوقت مش مناسب هكلمك بعدين. طب ما انت فضلت متضايق طول اليوم من مشوارك اللي انت اتأخرت عليه، او انك رحت تعبان ومش مركز. او المثال اللي اتكلمنا عليه في اول حلقة لما صاحبك قال كلام وسط الهزار وما عجبكش وانت كنت خايف ترد عليه علشان خايف تبوظ مود القعدة، او ان انتوا تتخانقوا مثلا. انت كده بتخلي مشاعرك عرضة لأي حد يدوس عليها عادي. وده كان السبب الأول للسلوك السلبي، وهو الخلط ما بين توكيد الذات والعدوان. مش لازم عشان تأكد ذاتك يبقى خلاص لازم تيجي على اللي قدامك وتدبوا خناقة مع بعض خالص. والتفكير بالطريقة دي ممكن يكون بسبب تربية أو ثقافة، وهنتكلم عن ده بالتفصيل قدام. السبب التاني بقى للسلوك السلبي هو إنك فاهم حقوقك الشخصية غلط. ببساطة انت متعرفش حقك ايه فبتسيبه. اهلك مثلا احرجوك في وسط تجمع عائلي او حاجة على سبيل الضحك والهزار، وانت معرفش تقول ايه يعني اصل دول اهلك. ولما حسيت بنفس الشعور ده تاني ومديرك بيكلمك او اصحابك بيهزروا، انت اتعودت لما تحس بالنوع ده من الاحراج ان انت تسكت وما تقولش حاجه. طيب ده بالنسبه للسلوك السلبي. السلوك العدواني بقى ببساطه انك بتدافع عن حقوقك ومعتقداتك بطريقه مش مناسبه. واحد شاف صاحبه زعلان مثلا بسبب درجه امتحان، فقال له ايه يا ابني شغل الاطفال اللي انت بتعمله ده؟ انت كده لا احترمت مشاعره اللي ممكن تكون بالنسبه لك حاجه عبيطه قوي، موضوع الدرجات ويعني ايه زعلان عشان درجه، بس اللي قدامك متاثر بيها فما ينفعش تتعدى على الشعور ده. وعلى راي كريم اسماعيل المشاعر لا تناقض. والشخص ده بيبقى عاوز يسيطر على اللي حواليه عن طريق اجبارهم على الخساره، بيحقرهم ويقلل من شانهم عشان يكونوا في موقف اضعف وبالتالي يكون هو وزي ما قلنا من شويه ان توكيد الذات هو التوازن ما بين السلوكين اللي لسه متكلمين عنهم، السلوك السلبي والسلوك العدواني. اتكلمنا عن ايه هو توكيد الذات، خلينا دلوقتي واحده واحده نشوف ليه توكيد الذات بالنسبه لناس كتير صعب. اول حاجه بقى وهي ثقافه الصمت. كلنا طبعا عارفين الحديث اللي بيقول من كان منكم يؤمن بالله وباليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الخيار الاول ان انت تقول خير، ولو مفيش فخلاص اسكت. البيئه اللي حوالينا بقى دايما بتميل للخيار التاني. بص كده في المدارس مين اللي بياخد جايزة الطالب المثالي؟ الطالب اللي قاعد في حاله ما بيتكلمش وما بيتناقش وما بيتحاورش. اما الطالب اللي بيتكلم وبيتناقش وبيتحاور لو في حاجة مش مقتنع بيها مثلا او في حاجة معترض عليها، ده بقى كده الطالب المشاغب. لا، لو هو بيتكلم باسلوب كويس وما غلطش في كلامه ما يبقاش طالب مشاغب، يبقى طالب بيأكد ذاته. والناس ما بتحبش اللي بيأكد ذاته. وكمثال للموضوع ده صديق ليا كان في مدرسة مش في مصر، والمدرسة كانت بتتكلم إن المرأة حقها مهدور في ديانات كتير منها الإسلام. ساعتها هو اعترض وبدأ يفهمها إن الإسلام عزز من شأن المرأة إزاي، هو وكم طالب معاه في الفصل. ساعتها المدرسة اتضايقت وغيرت الموضوع وتكون ما بينهم عداوة بشكل ما. تاني حاجة بقى هي ثقافة احترام الكبير. طبعا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحترم صغيرنا، بس مش ده اللي أنا أقصده. اللي أقصده هي المبالغة في احترام الكبير، إن هو يطلب منك حاجة مثلا ما تعرفش تقوله لأ، ان هو يبقى بيتكلم في موضوع معين قدامك ما تعرفش تقول رايك. لما تضخم اللي قدامك وتديله اكبر من حجمه هيبقى صعب عليك تاكد ذاتك، لان انت بتصغر من نفسك. زي العلبه دي مثلا، لو جيت قلت لك العلبه دي كبيره ولا صغيره هتقولي لا دي صغيره، بس لو جيت قارنتها بالميموري دي هتقولي لا دي طلعت كبيره. فنفس الكلام لما تكبر اللي قدامك وتديله اكبر من حجمه انت كده بتصغر نفسك وبالتالي مش هتعرف تاكد ذاتك. انزل له الناس منازله. انا هديله حقه من الاحترام، بس ده مش معناه ان انا هسكت عن حقي او
احتقر ذاتي. تالت حاجة هي مواقف حصلت للشخص حسسته انه قليل، ولما الموقف اتكرر معاه تاني اختار ان هو يسكت. طالب مثلا بيسأل الدكتور بتاعه في الجامعة على حاجة معينة، والدكتور قام احرجه وسط اصحابه اللي كانوا عمالين بيضحكوا على كلام الدكتور. ولما اتحط في الموقف ده تاني وكان عنده سؤال عايز يسأله للدكتور اختار ان هو يسكت احسن. وده مش مثال بقوله علشان اوضح بيه النقطة خلاص، ده موقف حصل فعلا. بنت معاه في الجامعة كانت بتسأل الدكتور وبتقول له هي درجات الكويزات اللي احنا امتحناها بتتضاف في اعمال السنة؟ فالدكتور شخصنها معاها وقال لها كويزات اسمها كويزز، وقعد يتريق على الكلمة والعيال قعدت تضحك، وفي الآخر نسي يجاوب على السؤال، وهي اختارت انها ما تسألوش تاني وانها تسكت احسن. ورابع سبب بقى هو ان الشخص ما تعودش ان هو ياخد حقه. ناس كتير قوي وهم صغيرين في المدارس تعرضوا للتنمر والضرب وسرقة السندوتشات وكل الحاجات دي، وما كانوش بياخدوا حقهم. ولما يكبروا لو ما فاقوش لنفسهم وفهموا ازاي يأكدوا ذاتهم هيبقى دايما عندهم مشكلة. اتكلمنا عن حاجات بتخلي توكيد الذات ده صعب لناس كتير. طب تأثير ضعف توكيد الذات ده ايه؟ اول حاجة هي الغيبة والنميمة اللي هي تعتبر من الكبائر. فليكن انت مثلا رحت تحلق عند حلاق معين، وبعد ما خلصت قالك سعر مبالغ فيه، وانت كسفت تتفاصل معاه او تسأله ليه، يعني انت عملت ايه علشان تاخد كل ده. وبعد ما خلصت رحت تقعد مع اصحابك على القهوة، والله انا النهارده كنت بحلق عند حلاق مش عارف ايه وحلق لي مش عارف بكام، وهو ولا بيعرف يحلق ولا بيعرف يعمل حاجة. طب ايه اللي حصل ده؟ اللي حصل ان انت عندك كلام جواك وانت عندك ضعف في توكيد الذات، فما عرفتش تخرج الكلام ده ساعتها، وبالتالي الكلام ده تحول لغيبة ونميمة. بعد ما قعدت خلاص انت قادر تطلع الكلام اللي جواك ده مع اصحابك مثلا، فقمت مطلعه. وقيس على كده بقى اي مرة كان فيها غيبة او نميمة، هتلاقي ان في معظم الحالات هو ده كان السبب. تاني حاجة في ضعف توكيد الذات هي انك هتعطل شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. انت قاعد في قاعدة كلها نم، وانت شخصيتك ضعيفة وما عندكش توكيد ذات، وبالتالي مش عارف تقول لهم لا يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده. لو سكتوا في حاجة غلط بتتقال وانت ولا بتحاور ولا بتقاوم ولا حتى قمت من القعدة وبينت ان انت متضايق من اللي هما بيعملوه، فانت زيهم. ربنا قال حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فبيقول لهم لا يحقرن احدكم نفسه. فالصحابة سألت واستغربت كده، هو الواحد ممكن يحقر نفسه يا رسول الله؟ ازاي؟ فقال يكون في مقام لله فيه مقال فلا يتكلم. يكون قاعد في قعدة وفي حاجة غلط بتتقال أو حاجة حرام بتتعمل، وبدل ما يقول لهم لا يا جماعة ما ينفعش كده، لا يا جماعة ده حرام، يسكت. فيقول الله له يوم القيامة يا عبدي لما لم تتكلم؟ فيقول خشيت الناس، كسفت والله يقول لهم يتريقوا عليا مثلا، أو ما يبطلوا يخرجوا معايا مثلا، أو أيا كان السبب. فيقول الله له عز وجل الله أحق أن تخشاه. وتالت حاجة بقى إن اللي عنده ضعف توكيد الذات هيبقى دايما عنده مشكلة إن هو يقول لأ، اللي بالمناسبة هنعمل حلقة عنها قريب، فأتأكد إن أنت عامل سبسكرايب عشان ما تفوتكش، وانزل اعمل بقى لايك وشير والحاجات دي كلها. معظم اللي بيتخلفوا عن مواعيدهم بيبقى عندهم مشكلة في إن هم يقولوا لأ، اللي هو إحنا عندنا خروج النهاردة، يعني ماشي. وبعد كده يقعد يفكر بقى هيموت مين من عيلته عشان يتحجج وما يروحش للخروجه دي. اقول له خالتي ماتت، بس انا قلت له كده المرتين اللي فاتوا، ممكن ياخد باله. مش عارف، بص لا انا هبقى كريتيف. الو، انا قطتي ماتت فمش هعرف اجي. يعني ايه ما عنديش قطط يا اسطى؟ ما تدخلنيش في تفاصيل. اللي بيقول دايما للناس بيقول لاهدافه وحياته واسرته لا، لان معظم وقته ومجهوده مصروفين على اللي حواليه. اللي هو ممكن نسهر النهارده خلاص ماشي مفيش مشاكل، ممكن تعملي الاساينمنت ده ماشي مفيش مشاكل، ويودع احلامه ودنيته هو بقى ويقعد يعيش نفسه في دور الضحيه، اللي بالمناسبه اتكلمنا عنه بالتفصيل الحلقه اللي فاتت. فلو ما اتفرجتش هسيب لك الحلقه هنا او هنا، ولو لسه ما اشتركتش مستني ايه؟ اتكلمنا عن ايه هو توكيد الذات وايه اسبابه وايه عيوبه. خلينا بقى نتكلم على اهم حاجه في الحلقه النهارده، وهي ازاي تاكد ذاتك. اول حاجه وهي الاسطوانه المشروخه. انت كده كده هتكرر طلبك كذا مره، فتعلم ازاي تكرره بطريقه لا تيجي فيها على نفسك ولا تيجي فيها على اللي حواليك. وده بيتم بطريقتين اتنين. الاولى هي عدم التبرير. وليكن مثلا صاحبك كلمك وقال لك تعالى نخرج النهارده، فانت قلت له لا والله انا مش هعرف اخرج، اصل وجودك بيفرق، واصل القعده مش هتكمل من غيرك والكلام ده كله. انت قلت له لا انا مش هعرف اجي النهارده. انت كده وصلت الرساله اللي انت عايز توصلها بطريقه لا جيت فيها على نفسك ولا جيت فيها عليه، وبينت انك رافض بطريقه شيك، والرساله وصلت للي قدام. تاني حاجة بقى في الاسطوانة المشروخة هي عدم الاسترسال في التفسير. هو اعطاء التفسير مفيد، بس الاسترسال فيه بيأذي وضوح الرسالة. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ فلنفرض مثلا ان في بنت بتقول لمامتها في رحله تبع المدرسه وانا عاوز اطلع الرحله دي، فمامتها قالت لها لا والله انا شايفه ان الرحله دي خطر فانا مش موافقه، اصل صحابي كلهم طالعينها وانا مش صغيره عشان تخافي عليا، ومش خطر ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالام ردت قالت
لأ أنا مش موافق. الأم هنا فسرت كلامها مرة واحدة بس ووصلت اللي هي عايزة تقوله. ساعات لما بنكتر في التفسير بنخش في مواضيع فرعية بعيدا عن المواضيع الأساسية تماما، وبنبقى عرضة إن يتم التلاعب بينا وفي الآخر نوافق على حاجة إحنا مش عايزين نوافق عليها. الأم هنا لو معرفتش تأكد ذاتها واسترسلت في التفسير وقالت لها أصل لأ أنا شايفاكي كبيرة عادي، بس أنا خايفة عليكي بس من الرحلة وإن أنتي متاخديش بالك وإن أنتي عارف إيه، البنت هتسيب النقاش الأساسي خالص بتاع الرحلة وتمسك في هل أمها بتعملها على إنها كبيرة ولا صغيرة، أنتِ أمها شايفاها إزاي. وفي آخر المطاف ممكن الأم تضطر عشان تثبت لبنتها إنها لأ بتعملها على إنها كبيرة وإنها مش صغيرة والكلام ده كله توافق على الرحلة دي غصب عنها. فما تسترسلش في التفسير، ادي تفسيرك مرة واحدة بس عشان ما تأذيش وضوح الرسالة. تاني حاجة بقى وهي الكشف عن الذات. أنت دلوقتي عندك حاجة معينة جواك عايز تطلعها، سواء في حل مشكلة أو في طلب معين عايز تطلبه مثلا، بس أنت عارف إن كلامك ده لو أنت طلعته ممكن يتفهم بطريقة غلط أو بشكل سلبي، فأنت الأول لازم تحطه في إطار إيجابي. حد بيطلب منك حاجة وأنت معترض عليها، فأنا آسف والله مش عايزك تتضايق مني بس أنا مش هقدر ألبي لك الطلب ده. أنت دلوقتي لا جيت على نفسك ووافقت على حاجة أنت مش عايز توافق عليها، وفي نفس الوقت ما جيتش على اللي قدامك ورفضت بطريقة مش كويسة مثلا أو رفضت بطريقة ممكن تضايقه منك. تالت حاجة بقى هي التعبير بشكل مباشر. احنا دايما متعودين على اللف والدوران بالذات لو حاجة صعبة أو تقيلة، وده بيخلي اللي قدامنا ممكن ما يفهمش انت عايز تقول ايه وبالتالي يسأل أسئلة أكتر، وده هيوصلك ان انت تقعد تبرر وبالتالي ممكن يغير مجرى الكلام زي ما اتكلمنا من شوية. خير الكلام ما قل ودل. شوف انت عايز توصل ايه، حاول توصله بطريقة مباشرة ومن غير لف ودوران. رابع حاجة بقى وهي الاعتراف. انت غالبا لما تحط في مشكلة بتبدأ تبرر حتى لو لسه ما تعرضتش للانتقاد، ما بالك بقى ان انا بقولك ان انت تعترف بغلط. يعني مثلا بدل معلش يا جماعة انا اتأخرت اصلا انا باجي مواصلات والطريق كان زحمة وانا اصلا من مش عارف فين والكلام ده كله، لا قول معلش يا جماعة انا اتأخرت راحت عليا نومة وهحاول اظبط الموضوع ده بعد كده. او ممكن ما تبررش اصلا، معلش يا جماعة انا اتأخرت وان شاء الله مش هتتكرر تاني. موضوع بسيط. خامس حاجة بقى والأخيرة هي إنك تتجنب إن أنت تخش في المناقشة، ما تخشش في مواضيع مش مناسبة ليك، ما تجاوبش على أسئلة أنت مش عايز تجاوب عليها، وما تقولش حاجات ممكن تورطك في مناقشة أنت مش عايز تخشها. مثلا واحد بيقولك إن معظم السياسيين كدابين، فردك عليه يبقى والله ممكن يبقى معاك حق بس في استثناء. انت كده لا منك وافقته ولا منك عرضته، وبالتالي انت بتموت الحوار اللي انت مش عايز تخشه اصلا. والطريقه دي بتنفع مع النقاشات العقيمه اللي هو انت لا بتوافق على حقيقه اللي بتتقال ولا بتنفيه علشان ما تفتحش مجال للحوار بعد كده. واحد بيقولك مثلا ان انت مش هتنجح في الشغلانه اللي انت شغالها دي الا لو خدت الكورسات الفلانيه وعملت مش عارف ايه وعملت مش عارف ايه، فردك يبقى عليه ما فيش مشاكل لو انا خدت الكورسات دي مش هخسر حاجه. انت كده لا منك وافقته برضو على اللي هو بيقوله ولا منك اعترضت، موت الحوار. والاجابات اللي بالشكل ده بتجنبك ان انت يتم التلاعب بيك او ان انت تخش نقاشات انت مش عايز تخشها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، اتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واكتبوا لي في الكومنتس مواقف اكدتوا فيها ذاتكم. وكالعادة مش لازم كل يوم يبقى يوم مثالي، بس لازم كل يوم تحاول. اشوفكم الحلقة الجاية.